الجريمة البشعة اللي وقعت هاد الآونة، جريمة ديال جوج بنات دار عليهم الزمان، هما والوالدة ديالهم والجدة ديالهم، ولكن القاضي مصادم. جريمة بشعة ما تخيلوش انها كيفاش وقعت، الاسباب والمسببات ديالها، وهاد العريس اللي دوز العريسات بجوج. ايها الاخوة والاخوات، هذا القصة والجريمة البشعة اللي اكتشفها كلب، لو ما كانش تكتشف الجثة. فتابعوا معنا القصة من الاول حتى الاخر. لي لايك ديالكم والبارطاج والتعاليق ديالكم وفيها الرأي ديالكم كيهمنا وكيزيد يعطينا دفعة قوية للأمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في القصة ديال اليوم والقضية ديال اليوم اللي متشعبة واللي خصكم تتبعوها من الأول حتى الآخر باش تفكوا الرموز ديال هذه القضية وديال هذه الجريمة، واللي عرف شكون اللي قتل وشكون اللي تقتل فما يبخلش علينا في التعاليق ديالو وفي الرأي ديالو قبل ما يسمع، أو ملي كتسمع القصة كاملة كتب لنا الرأي ديالك في هذه القصة والقضية. اليوم غنتكلموا على جوج بنات اللي جار بهم الزمن. هاد جوج بنات الأم ديالهم تفرقات مع الأب ديالهم وهما باقين صغارات، هي ما قاتلات وتعذبات وتمحنات حتى كبراتهم واحد شوية، لكن المرض القاتل فما خلاش ليها متنفس في الحياة. توفت رحمها الله بسبب السرطان، هذا المرض القاتل أيها الإخوة والأخوات اللي خلاها أن تمشي عند الله سبحانه وتعالى وتخلي بناتها باقين في ريعان الشباب ديالهم وفي البداية ديال المراهقة ديالهم. مشاو عند الجدة ديالهم، عافات وتمحنات حتى هي معاهم وبقات غادية جرة بهم الحمل حتى توفات هي رحمها الله. بقاو مع الخالة ديالهم. شوفوا هاد المراحل ديال هاد القصة وديال هاد القضية. الخالة ديالهم متقاربة معاهم في العمر ديالهم فبقاو معاها. كاينة الأخت الكبيرة والأخت اللي صغيرة منها، بداو كيقلبوا على خدمة هنا وهنا باش يقدروا يعني يعاونوا الخالة ديالهم، لأنهم راهم ولاو متقلين في الكاهل ديالها، وانتم عارفين الغلا والزمان كيفاش ولا. البنت الكبيرة مشات قلبت على خدمة وكتخدم وفي نفس الوقت كتبحث على زوج اللي غادي يهنيهم من هذيك العيشة ديالهم، هذيك العيشة اللي مهما كانت كيحسوا بروسهم انهم عيب على الخالة ديالهم وعلى العائلة ديالهم. البنت كتبحث وكتقلب وما مشات حتى تلاقات بواحد العريس. هاد العريس تلاقات به في السوشيال ميديا، قلبت عليه في الفيسبوك، عجبها وعجباته، تواعدوا انهم يتزوجوا مع بعضياتهم. قلت له ودي انا القصه ديالي راه فيها انا واختي وكاين هذا وكاين كذا وكاين كذا، ولكن انت ملي تجي تخطب عندنا في الدار ما تقولش لي راني تلاقيت بها في الفيسبوك، قول لي اودي راني شفتها وعجباتني وتبعتها حتى للدار وانا جيت عندكم طالب راغب في هذه البنت. بالفعل السيد جاي يخطب، كان معه الاخ ديالو، كانوا العائله ديالهم. ملي شاف الخواتات بجوج تلفت الاخ ديالو اللي صغر منه قال لي واش نهريك نديرو فرحتين كي جاتك الدريه؟ قال لي واو قرطاسه. الكبير غيخطب الكبيره والثاني غيخطب الصغيره في نفس الليله. ما كانش معول، ما كانش موجد، ما كانش مستعد لهاد الحاله. توكلوا على الله. العائله ديال دوك البنات تعجبوا واحد العجب كبير. واه شحال حتى واحد ما سول فيهم، شحال حتى هادي حتى واحد ما قلب عليهم، شحال هادي حتى واحد ما بغاهم، حتى الكلب ما سولش فيهم. ونهار يتخطبوا بجوج بخطره. واي واي واي، هذا فقيه صحيح، هذا طالب صحيح. هذا مشات الامور من بعد الخطبه. الشاب الكبير ما عندوش الفلوس بحال الشاب الصغير. علاش؟ لان الاخ الاكبر عزيز عليه الفلوس اللي دخلها يطرقها واللي جات كتمشي، ولكن الصغير عنده شويه الفلوس وكيجمع باش يشري واحد السكن فين يسكن هو ومراته. لكن الكبير هذيك الخطبه اللي جاب وداك الدهاز اللي جاب وجاب له شويه تاع الذهب، قال له اري لي داك الشيء
لانه خاصني باش نقلب باش تكري ليك وهذا وهذا، وانت كيعرفي الظروف. البنت الكبيره قالت ما احنا يا ربي تلقينا هذا العرسان، راهو كان نمشي نعطيه هذاك الشيء خليه يكري. الاخرى راه شرا الدار، ولاو كيغيروا من بعضياتهم البنات. دازت الامور ودازت الوقت. البنت الكبرى اللي قلبت على العريس واللي فلات واللي وجدات واللي جابتها لعندها تفسخات الخطوبه ديالها. شنو اللي وقع عليها؟ هذاك السيد طمع عليها في كل شيء، وملي دا ليها كل شيء داك الشيء اللي كانت مخبيه واللي جاب ليها في الخطبه واللي جاب ليها في الدهاج وكملات من عندها. فكوا الخطبه وبقات البنت الصغيره هي والاخ الاصغر ديال الخطيب الاول. ملي بقاو هما باش قال لها شوف يا بنت الناس، انا خويا راه الله يسهل عليه، وانتيا غتبقاي مراتي وغنتزوجوا غيسر الله سبحانه وتعالى. حنا ما عندناش دخل في النقاشات الجانبيه ديال خويا واختو. بالفعل البنت صممات وتزوجات وكمل عليهم الله سبحانه وتعالى. بداو في الحياه ديالهم، شراو واحد الدار قريبه من الدار ديال خالتها، مشاو سكنوا وعايشين بخير وعلى خير لمده سنتين. ولدوا واحد البنيه. هذيك البنيه بداو عايشين معاها وكيكبروا فيها. كتجي الخاله عندهم كتشوفها كتقلبها كتضحك معاها، خالتي خالتي، الاخرى اختي جايت عندي، اختي مشات من عندي، وعايشين السعاده. لكن في فتره من الفترات الدريه دارت واحد العامين 3 سنين، فالبنت بدات كتشوف الامر ديال اختها ما بقاش كيعجب، وهي تقول للراجل ها انت سير وصلها وشوفها مالها ماشي هي هذيك، مالها مقلقه. الراجل ديال الاخت الصغيره خرج الاخت الكبيره وغادي بها الدار، قالت لي ما كاين شنو كاين. قلت لي ودي بالصراحه انا راني كنبغيك وباغي نتزوج بيك. قالت لي هي، قال لها حتى انا راه نفس الاحساس ولا عندك، راه ما عرفت اشنو اللي تقلب ليا وما عرفتش اشنو الواقع اللي ولا عندي، وليت ما بقيتش كنقدر نشوف اختك وانت اللي كتعجبيني وانت اللي بغيتيني. اذا اش نديرو؟ غادي نطلق اختك ونتزوج بك انت، لانني ما بقيتش كنقدر نعيش معها، ما بقيتش كنقدر نشوف حتى في وجهها. اتفقوا على الامر ديالهم، قالوا بلاتي نوجدوا الامور ديالنا ونثبتوا شغلنا. السيد بدا كيتهاون وبدا كيتهرب من مراته الاولى. الاسباب حتى هو ما عارفهاش، لانه كان كيبغي مراته وكان كيبغي بنته. واحد النهار هو يصارح مراته، قال لها شوفي انا وياك راه ما بقيتش قادر نستمر معاك، اما اش درت ليك؟ ما درتي ليا والو، ولكن راه ما بقيتش كنقدر حتى نشوف لك في وجهك، ما بقيتش كنقدر نشوف فيك ولا نعاشرك ولا نكون معاك ولا حتى ندخل للدار، وانت راك شتي هادشي في هذا الوقت الاخر. واش غنديروا؟ حنا بغينا نعيشوا من اجل هاد البنيه وبغينا نديروا. شوفي تي اللي كنتي كتهمك هذيك البنيه، انا راه ما نجيبش شي وحده برانيه، راني غنجيب غير اختك. اختي؟ اولا لا تجيب اختي، كاع العيالات تاع الدنيا تقاداو ليك، بقات لي غير اختي اللي تجيبها. قال لي هذيك الدريه هي اللي غتعيش لنا مع البنت وغترد بالها من البنت. المهم ناض الحرب والقتال والهضره والغوت والغوت، ولكن في الاخر ما بقى غير داكشي اللي خطات ليه الاخت الكبرى هي والعريس ديال اختها. تفرق مع البنت الصغيره وتزوج بالكبيره. البنت بقات مع باها وخالتها لان ما عندهاش ما تصرف عليها وما عندوش ما تسير عليها. بداو عايشين حياتهم حتى هما. تمرات الامور وداز واحد 2 سنين على هاد الزواج. كانت الدريه كتلعب قدام الدار، كتمشي عند امها، كتجي كتمشي عند خالتها، عايشين بخير وعلى خير. خالتها مهليه فيها، ما مخليه مخاصها حتى حاجه، ماشطه ليها، مكلاها، مشرباها، كتصيفطها عند امها، يعني كانها ام ثانيه لهاد البنت. واحد النهار صيفطتها عند امها، العشيه ما جاتش، جا راجلها قالت لها بدي راه صيفط البنت عند امها وراه باقا ما جاتش.
ايوا صافي كان عند ما راه ماشي مشكل، راه متعوده مره كتبات تما وتبقى تما، صافي خلي الامور تا الصباح ونشوفوا اشنو اللي كاين تا الصباح وراه تجي. خلينا يعني ندوزو قيت مع بعضياتنا حنايا، خاصه ان البنت الكبرى ما ولداتش، ما كاين حتى واحد. اجي ندوزو ليلتنا نزهاو مع بعضياتنا حتى الغدا ونمشي نجيبها من عند امها. بالفعل دوزوا الليله ديالهم، عاشوا الحياه مع راساتهم. النهار الاخر مشى يجيب الدريه من عند امها، دق السلام عليكم السلام، فين هي البنيه؟ البنيه ما عنديش. لا راه صيفطتها لي اختك البارح، انت بغيت تخطفي ليا بنتي وانت بغيت دير ليا بنتي وانت بغيت دير ليا بنتي. والمراه حتى هي مسكينه كتامو هو انه دار ديك اللعبه، انه سرق البنت، دا البنت غير باش يحرمها منها، وفين ديتيها وديتيها عند داركم، ديتيها هكا بقى النقاش وبقى الغوت والغواتات. ملي تاكدوا من بعضياتهم ان راه كل واحد ما عندش هاد البنت، مشاو عند السلطات الامنيه. كاين واحد الكلب في الدريبه كيلعب تمايا ديما، كان كيهبش في واحد الحفره كاينه ورا الدار، حتى لقى واحد الجثه تاع البنيه. الناس مشاو يجروا عند السلطات الامنيه، لقاو البو والام عندهم كيتقابحوا، انت اللي ديتيها انت اللي ديتيها. قال لي بلاتي راه لقينا واحد الدريه صغيره مقتوله ومدفونه في الارض. شنو اللي وقع؟ شكون اللي قتل هاد البنت؟ انا صيفطتها لك، راه اختك صيفطتها لك، لا ما شدهاش، لا ما جاتنيش، انت اللي قتلتيها. السلطات الامنيه ما غديش على كلامه وتخليهم يترادوا، مشاو لعين المكان، راقبوا الجثه، شافوا اشنو اللي وقع، عيطوا على الخاله لان هي اللي كانت عندها، تالي اشنو اللي كاين. بقاو كيستجوبوها. السيده كتقول لهم انا راه جات عندي كانت البنت عندي وصيفطتها عند امها كيف ما كان صيفطها ديما. شكون اللي تلقى ليها وشكون اللي قتلها وشكون اللي اعتدى عليها الله اعلم. وكتبكي 10 دموع من العين، لكن بكاءها كان بكاء التماسيح. تما السلطات الامنيه شافوا انك تدخل في الهضره، شافوا ان الحاله ديالها ماشي هي هذيك، زيروا عليها الخينه حتى اعترفات. الانهيار كان صعيب وماشي بالسهل باش تعترف شكون سبب هذيك البنت. قالت لهم اودي انا نعاود لكم القصه، انا كنت خدام وكنقلب وكنبحث على الراجل، لكن ملي جا الراجل عندي انا وجا معاه حتى خوه تزواج بختي وبقى معاها، وانا اللي حاربت وقاتلت وقلبت باش نتزوج انا ونزوج معايا حتى اختي تزوجات وخلاتني. كان عليها ملي خوها سمح فيا حتى هي تسمح فيه وتخلينا نبقاو عايشين مع بعضياتنا، تيجيب الله اللي نسينا فيهم بجوج. لكن هي اختارات وكانت انانيه وتزوجات به. هذيك الحرقه ما دازتش ليا، واخا كنضحك واخا كنفرح واخا كنمشي عندهم ونجي كتشعل فيا العافيه، لانهم هاللي فيا ونخلي ما دير عليها. انا بصراحه خرني الشيطان ومشيت درت ليهم السحور، التفريقه بيناتهم بجوج، درت المحبه بيني وبينه. هذا الشيء علاش هو ما بقاش كيقدر يشوف اختي وما بقاش يقدر يعاشر اختي، وتزات وشعلت عليا العافيه اكثر انني ملي تزوجت به ما قدرش نولد ليه شي وليد ولا بنيه ونخليه ينسى المراه الاولى. خاصه وليت كنشوف وليت كنلقى نمرتها كاينه في التليفون، يعني ولا كيهضر مع اختي اللي هي مراته الاولى. انا خفت على راسي وخفت يطلقني ويرجع ليها، وهادشي كامل اللي درته كل شيء يمشي ليا. فكرت في خطه جهنميه وفكرت انني نقتل هذيك البنت ونحرق قلبها وقلبه، ولكن داكشي كله نسبه الاخت ديالي باش يكرهها اكثر وتمشي للحبس هي ونبقى عايشه انا وياها الحياه. انا ما كنولدش هو ما كيولدش. السلام عليكم. شوفوا على هذه الجريمه
الكارثية وهذا الأمر أيها الإخوة والأخوات اللي وصلنا ليه من الحياة ديال هاد الناس اللي الخت ولات كدير مكيده لختها باش دير ليها الراجل ديالها وما اكتفات بهذا الشيء، قتلت ليها بنتها لفدت الكبد ديالها وحرمتها منها وما كفاهاش هذا الشيء، كانت باغا تدخلها حتى للسجن. قصه كارثيه وكتعطينا المعنى الحقيقي ديال الشيطانه في صوره انسانه. هذه الجريمة البشعة اللي ترتكبات أيها الإخوة والأخوات واللي تحكم عليها بالإعدام شنقا، لأن هذه السيدة قتلت يعني صلة الرحم ديالها وقتلت بنت الأخت ديالها. إخواني أخواتي، ننتظر رأيكم، كننتظر التعاليق ديالكم والرأي ديالكم مفصل في هذه القضية وهذه الخاوة اللي ولينا كنعيشوا فيها. إذا ما بقى لي إلا أن نودعكم، والناس اللي في العرض الأول الله يكبر بكم ما تنسوش وما تبخلوش علينا بعد نهاية العرض الأول كتبوا التعليق بكم انتم كيطلع على الفيديو، لأن ما بقيتوش كتكتبوا التعليق بعد نهاية الفيديو. شكرا لكم إخواني أخواتي وإلى اللقاء.